هنا في بودابست العاصمة المجرية اليوم. طبعا هذه العاصمة عاصمة تاريخية لها زمن طويل. هي متكونة من كلمتين، بودا وبست. يقولوا من الخرافات انه في اثنين حابين بعض، واحد اسمه بودا والثاني بست. فلما حبوا بعض حبوا يوحدوا كل شيء حتى المدن حقتهم، فأصبحت بودا بست. طبعا هذول المدينتين يفصل بينهم نهر اسمه نهر الدانوب. طبعا نهر الدانوب معروف نهر يمر بأغلب المدن الأوروبية. دولة أوروبية الآن تتبع لحزب الناتو بعد ما كانت تتبع لحلف وارسو اللي تقوده روسيا. عندما انفرط هذا الحزب عام 91 تقريبا تحولت المجر إلى دولة أوروبية تابعة للغرب، فأصبحت دولة يعني ليست خاضعة للشيوعية ونفضت غبار الشيوعية عنها، فأصبحت دولة يعني ذات حريات غير السابق. كنتم تعرفون النظام الشيوعي يقسم الثروات بين الشعب، فلا يفرق بين غني ولا فقير. طبعا للي بيسأل عن الوصول إلى المجر وصول سهل جدا. المجر من دول شنغن الآن استطاعت إخراج فيزا شنغن والذهاب إلى المجر بكل يسر وسهولة. طبعا ما في عوائق، المجر دولة يعني ممتازة سياحيا، دولة تعتبر جوها ومناخها حتى في الصيف جو جميل جدا. أنصح بهذه الشركة في الاتصالات، شركة جيدة وممتازة. طبعا 4 جيجا أو 3 جيجا نت يكفيك 4 أيام و5 أيام، حوالي ب15 يورو، يعني حوالي 50 ريال تقريبا. وهذه قهوتنا الصفراء بمناسبة فوز الاتحاد مساء أمس. طبعا هذه أنا جايبها من السعودية، الشوكولاتة الخاصة دائما اللي هي ستيفيا. طبعا الأجواء هنا لا تحكي، أجواء جميلة جدا، يعني فيها لسعة بدر خفيفة، لكن بشكل عام الجو جميل جدا، يعني جو كما يجب أن يكون. هذا من أشهر الأسواق المغطاة في بودابست. السياق المدينة هذه بكني بلندن كلها بلع، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء. طبعا هذا اسمه جريت ماركت هول، من أعجب الأسواق المغطاة في بودابست. أنا أنصح فيه وبشدة. أقول لك على أنها بلدة سياحية، مجموعة التذكارات المعروضة في المحلات هذه تعطيك انطباع أنه في زيارات وفي ناس. وهذه معروفة عن بودابست أنها من أكبر مدن العالم سياحة. هذه إطلالة على نهر الدانوب العتيق، أحد الأنهار اللي تمر بأغلب المدن الأوروبية، وأهم طبعا الحب فيينا. أعترف بالفعل أنها المدينة التي لم أتوقعها بهذا الشكل، يعني كنت أنظر لبودابست نظرة أخرى، ولكن وجدت أن هذه المدينة مدينة عريقة، مدينة جميلة في كل تفاصيلها. والله ما أقول الكلام هذا يعني تنمقا أو شيء، ولكن بالفعل اكتشفت بأن هذه مدينة تستحق الزيارة بأكثر من مرة. دخلت المجر في الحكم العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني. طبعا احتلالها واحتلال المجر كان بطريقة أو بطريقة فكاهية أو بطريقة حيلة. السلطان سليمان دعا الإمبراطور المجري إلى فنجان قهوة في استراحة له، وبعدين في الأخير إيش اللي حصل؟ اللي حصل إن هذا السلطان أو سليمان القانوني أسر هذا الإمبراطور وأرسل جيش إلى هناك. بعد أن طبعا الواحد إذا أسر رأس القوم خلاص تستسلم المدينة كاملة، فضمها إلى الدولة أو ضم أجزاء منها إلى الدولة العثمانية. البلد هذه هي الفرونت هذا يساوي تقريبا، أنا حسبتها بشكل فعلي، إن هذا الفرونت تشيل صفرين منه خلاص يصير ريال سعودي. هذه بمختصر العبارة يعني. طبعا انضمت المجر لأوروبا بعد أن انفرط عقد حلف وارسو اللي أسسته روسيا للدول الشيوعية اللي من ضمنها تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا. طبعا وارسو هذه حلف عاصمة بولندا، فسمي الحلف هذا أو الحلف حلف وارسو. طبعا عام 1991 انفرط عقد الاتحاد السوفيتي، وبالتالي
انفرط عقد جميع الدول التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي وانضمت إلى الدول الأوروبية، فأصبحت دول ديمقراطية لا تؤمن بالاشتراكية نهائيا. نجي الآن إلى السكن في المجر. السكن في المجر ينقسم إلى عدة فئات، منها سكن الفنادق ال5 نجوم أو 4 نجوم، وتبدأ من 700 ريال تقريبا. ما دونها تعتبر فنادق 3 نجوم أو نجمتين. طبعا هناك سكن الشقق، حقيقة من الأشياء اللي يمكن يفضلها أغلب العوائل تفضلها في المجر. هذه الشقق هي عبارة عن أسعار يعني مناسبة، ما هي أسعار يعني غالية. فأنا يعني أنصح اللي بيجي إذا كانوا مثلا عدد أفراد كبير أنهم يستأجروا شقق، لأن الشقق بشكل عام عن طريق تطبيق Airbnb هذه الشقة حتكون نظيفة ومناسبة. أحد يسألني يقول متى أزور المجر؟ المجر زيارتها في شهر 5 و6 من أفضل الأوقات، يعني لا هي حارة ولا هي باردة شديدة. طبعا هذا غير الناس اللي يعشقون الثلج. الناس اللي يعشقوا الثلج بيسافروا في شهر، من بداية من الشهر 11 إلين بداية شهر 3 تقريبا. هل أنا إذا جيت المجر هل أحتاج سيارة أو أتنقل بالباصات؟ طبعا إذا كنت في بودابست بالتأكيد عندك وسيلتين مهمة، اللي هي المشي أو الباصات، وابتعد عن بولت تاكسي، لأن هذه تسعيرتها ما هي زي تسعيرة بولت أو أوبر الموجودة عندنا. لذلك أنا أنصح بالباصات أو المترو، أسعارها جميلة ورخيصة ممتازة ومناسبة. هدية الرحلة هو الفطور هنا، اسمه حمص بار، من أجمل الأماكن اللي تفطر فيها في بودابست. في واحد هنا يقول لي يا أخي انقذ سنين عمرك وسافر وروح يا أخي الأماكن اللي تحبها، لا تخلي شيء في خاطرك. الهدية الثانية كرفان، نشوف إن شاء الله إيش فيه موجود جوا، أكيد حاجات تهبل. الأرضية خرسانة والمطاعم على طول على قولهم جنبك، بس تحس بالفعل إنه في حركة غير عادية، حركة أكل غير عادية. أقول لكم هويت والله ما يصلح هذا المحل، زحمة شديدة، ما أدري، أكل شوارع ذا، لا تجوني مرة ثانية طبعا، ما أنصح فيه. الظاهر اللي نصحني فيه ذا مزاجه خايس، يمكن ما أخذت دقيقة خلاص فرة ورجعت. نروح لمكان ثاني إن شاء الله نلقى فيه اللي يعجبنا ويعجب الجميع. هذا مقهى بوشكاش، هذا أعظم لاعب في تاريخ المجر، تاريخ المنتخب المجري. This is بوشكاش، ها؟ بوشكاش. This is coffee for بوشكاش. The name. حتى الصور حقته والأشياء الموجودة هنا في المقهى كلها تخص بوشكاش. طبعا بوشكاش ده أعظم لاعب في التاريخ أو في تاريخ المجر، لعب مع منتخب المجر عام 1958 في كأس العالم، وبعدين لعب في ريال مدريد وحقق مع ريال مدريد يمكن حوالي 15 بطولة. المحلات اسمها محلات جوزدو، أنصح فيها بالفعل بقوة، محلات نظيفة أحسن من كرفان حقيقة صدمني، لكن هذه أنا أنصح فيها. هي قبل كرفان حتكون على يسار اسمها جوزدو، مرة جميلة جدا، احفظوها جوزدو. You watch Saudi match? Yes, of course. I watch every week. Because Cristiano? Because Cristiano Ronaldo play in your league, in your country. Yes. Thank you. Because Cristiano Ronaldo play in your league, in your country. Yes. Thank you. هذه بحيرة هنا اسمها بحيرة مارغريت، مرة جميلة.
جامعة قوطة، يجمعون قوطة اليوم يبغون يودونها للبلد يصدرونها. ساكن في وسط المدينة طبعا ما حيلاقي أي تعب، يجي للباص هذا اللي عليه طيارة كذا إشارة مطار على طول يوصل المطار، يعني تقريبا 30 إلى 40 ريال تقريبا. فيه نقطة مهمة جدا جدا يجب مراعاتها عندما تكون في بودابست أو أي دولة أوروبية، بس في بودابست تحديدا، لأنه هنا يتصيدون عليك أنت كأجنبي كسائح. بالنسبة للباص لا تدخل الباص على نياتك كذا وتقول حاشتري تذكرة وكذا، أعرف أن حيكون في غرامة كبيرة جدا عليك. يعني هذه الأشياء حصلت للناس كثير هنا، يعني يتغرموا غرامات تصل إلى 400 ريال إلى 500 ريال تقريبا. حبايبي ترى الخطأ هذا يقع فيه أي واحد بالنسبة للغرامات حقت الباصات، لأنه إحنا بطبيعتنا ما جربنا الباصات نهائيا ولا نعرف النظام ولا السيستم حقه. إحنا ما عندنا غير سيارات وخلاص، الباصات يعني نادرا ما نستعملها، عشان كذا ممكن نقع في الخطأ هذا ونطلع ونحاول ندفع في الباص أو نحاول ندور تيكت ونقع في المحظور. بالنسبة لخط سير الرحلة إن شاء الله هنروح من بودابست اللي هي عاصمة المجر العريقة، وحنروح إن شاء الله إلى شمال سلوفاكيا اللي هي منبثقة من تشيك سلوفاكيا، كانت زمان أصبحت الآن تشيك وسلوفاكيا. هذه يعني بينصف شمال سلوفاكيا، هذا ممتاز جدا. بعدها إن شاء الله إلى بولندا، في محطات يعني كثيرة، ولكن الواحد يحاول قدر الإمكان إنه يعني يجمع له مدينتين تقريبا، لكن أبرزها هي زاكوبان. الله بكرة حستلم السيارة، لأنه بالفعل في بودابست ما تصلح يعني يكون معك سيارة داخل المدينة، لكن برا بالفعل تحتاج السيارة. بكرة إن شاء الله حافظ سيارتي من مطار بودابست وحتوجه إن شاء الله إلى سلوفاكيا، ومن بعدها إن شاء الله إلى زاكوباني في بولندا إن شاء الله. وجينا للناحية الاقتصادية لهذا البلد، حقيقة أنا يعني دائما أحب أدخل في كواليس وفي دهاليز كل بلد، فمن خلال يعني بعض السواقين بولت والناس كذا عرفت البلد هذه. يقول لك قبل 2 أو 3 سنوات كانت رخيصة جدا، الآن بعد كورونا وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت البلدة غالية. فيعني ممكن يجي واحد ياخذ فكرة يقول لك والله دول أوروبا الشرقية رخيصة، لا، الدول الشرقية صارت زينا، يعني حتى الكافي كابتشينو لما تجي في أي مقهى تلاقيها زينا تقريبا. البلد يعتبر بلد فقير يعني من ناحية الموارد، ما فيه إلا موارد السياحة والضرائب وبعض الصناعات الخفيفة، لكن البلد هذا تو خارج من حقبة حلف وارسو والاشتراكية، فصعب جدا إنه ينهض بسرعة، لدرجة إنه يعني الآن فتحوا الاستثمارات. رئيس الوزراء في استجداء طريق طلب من قطر شراء المطار، يعني اشتروا المطار واستثمروا عشان ترجع عوائده للبلد. بالنسبة للمشتريات والله في براندات هنا أرخص بمراحل من عندنا، يعني تلاقي اللي عندنا ب 300 ريال حتلاقيها هنا 200 180 ريال، يعني فرق شاسع. يعني الإنسان اللي بيسافر للمجر أنا أنصحه يجي هنا المجر ويشتري، والله فرصة.